فاهم؟ عايز حق ربنا. حق ربنا. اتفضل. النادي الاهلي كبطولات لا يقارن باي نادي. كبطولات انا معلش بتكلم انت على مستوى فني في الكوره. عايز حق ربنا بقى. كبطولات تريزيجيه، امام عاشور، بن شرقي، حسين الشحات وعبد الله السعيد وباقي اللعيبه كل اللي في مصر كلهم شبه بعض، يعني هو اللي قالهم دلوقتي قريبين جدا من بعض، وباقيين اللي قالهم برضه معظمهم اكس اهلي، كلهم كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي بالظبط. يعني هو قصده يقول ان ما هو ده حقيقي، ما في الاخر لما نادي ياخد لعيب كان بيلعب في النادي الاهلي فاكيد هيبقى شبه الناس اللي موجوده في النادي الاهلي. طبيعي عوسه لما مثلا او كابتن حماده لما اخد احمد عيد كان بيلعب في الزمالك او بيلعب في المصري طبعا مش زي هاني، اقل شويه. طبيعي لما يمشي بيكهام ويروح حته ثانيه ما هو اكس اهلي. سعد سمير، فهو بيتكلم في نقطه انا معاك جدا فنيا مظبوط. وعلى فكره انا قلت قبل كده احنا مش متفقين في حلقات سابقه، قلت ان سكواد البنك الاهلي اعلى من سكواد الزمالك. ازاي؟ طب هقول لك على حاجه بقى بأنهي منطق؟ طب اقول لك على حاجه بقى، انت مفاجاه ليك. سكواد الزمالك، شوف الكابتن حماده بيقول سكواد الزمالك ضعيف، انا بقول لك سكواد الزمالك اقوى من سكواد النادي الاهلي. لا صح في بعض المراكز. في بعض المراكز في بعض المراكز. كل المراكز. لا ما عدا ايه؟ ما عارف ما عدا مين؟ ما عدا برضه امام عاشور وزيزو وتريزيجيه. في ظل كمان هتلاقي اللعيبه كلها لعيبه الزمالك اقوى. في ظل ان انت بعت لعيبه كمان، عندك لعيبه تقيله، انت السكواد بتاعك بيقل كمان مش بيقوى. الفرود النهارده انت عندك الجزيري والدباخ وناصر منسي، النادي الاهلي عنده 3 مهاجمين. انا بقول لك في بعض المراكز، في بعض المراكز لما تيجي تعد مش هتلاقي لعيبه. يا كابتن هو الاهلي عنده لعيب زي حسام عبد المجيد وفتوح. لا عنده مين؟ عنده مين؟ عنده حاليا ياسر ابراهيم لعيب كبير، لكن حسام عبد المجيد ده المستقبل، ده الاهلي ما عندوش باك ليفت زي فتوح طبعا. عنده لعيب باك ليفت زي بنتايج؟ لا طبعا. عنده لعيب في نص الملعب زي محمد شحاته؟ لا طبعا. طالعين بالسما برمضان. لعيب كويس. هل هو معلش مع احترامي بقى اكمل بقى مروان عطيه؟ لا بعد اذنك بس دلوقتي في صفقات رمضان. ممكن حد يعمل صفقات يضعف فريق ويعمل صفقات يقوي فريق. حلو. وفي وقت انت مش لازم تعمل صفقات، انت النادي الاهلي عمل صفقات مشيت ناس جبت ناس اوحش. انا بكلمك بقى راجل اهلاوي بقول الحقيقه. لا يعني انا هقول لك على حاجه، راجل اهلاوي بقول الحقيقه. لا خلاص من غير ما هو بيتكلم بحق ربنا. طيب سيبه يتكلم، ما تضغطش عليه. انا شايف ان قعدتك جنب دودار في تغيير فيك. لا مفيش تغيير والله، بيتكلم بحق ربنا. اثر عليه مش جاي يطبل. بص انا هكلمك بامانه مش جاي يطبل خلاص. لا يعني بما يرضي الله، نادي الزمالك في الظروف دي وبينافس على الدوري دي كارثه. انا اسف ان انا اقول كده، نادي الزمالك في ظروف يعني لو ما نزلش درجه ثانيه ان هو يبقى موجود في الدوري ده انجاز. نادي الزمالك قاعد عشان يعني موجود اسمه جماهير، عشان جماهير الزمالك مش اكتر. طبعا نادي الاهلي دلوقتي انت الراجل، وانا عندي معلومه وهقول لك على حاجه وانت عارفها كويس جدا. النادي الاهلي اول مره جوه النادي الاهلي يبقى الصفقات في ناس بتحارب كابتن سيد، في ناس ضد، في ناس شغاله مش شغالين مع بعض، في ناس بتجيب صفقات وفي ناس من جوه النادي بتسرب، وانت نفسك معاك عرض رسمي من النادي الاهلي ما كانتش بتحصل ان العروض بتتسرب. في ناس جوه لجنه التعاقدات بتسرب ان الاهلي هيتعاقد مع مين لناس ثانيه عشان كابتن سيد ما يجيبهاش. النادي الاهلي عمره ما كان بيشتغل بالطريقه دي. هل ينفع ان انا امشي راجل انت جراديشار ده مشيته عشان مش شرس؟ يعني راجل على الجون مش شرس، هل ينفع اجيب افريقي مش شرس؟ انا اول مره اشوف افريقي طيب، يعني افريقي اصلا ما عندوش ميزه غير ان هو شرس. انت بتجيب واحد افريقي عشان بيخبط. انت الراجل ده لازم نفهم يا جماعه، الاهلي والزمالك تسويا شغالين غلط. لعيبه الاهلي والزمالك اللجنه التعاقدات الارقام مكمله للعين، اللي بيختار اللعيب لازم الاول يبقى لعيب كويس والارقام تكمل ده، لكن ما ينفعش مثلا واحد في لجنه التعاقدات يجيب لعيب جاب 13 جون عشان هو جاب 13 جون فلازم لا. انت ممكن الارقام دي يكون السنه دي الراجل مكسر الدنيا، هو لعيب اي كلام عادي جدا، ممكن السنه دي هو يعني فلته. ثانيا الراجل بيلعب في انجولا، هل ينفع يجيب النادي الاهلي لعيب من انجولا عمره ما راح تجمع منتخب؟ ما راحش منتخب قبل كده. انت الراجل اللي هو شيكو بانزا اللي احنا مش مقتنعين بيها اوسا بيلعب اساسي في منتخب انجولا. فانت بتتكلم برضو في حاجات بتحصل في التعاقدات، انت مشيت ناس، كل اللي انت مشيتهم جبت ناس اوحش منهم. نادي الاهلي محتاج حد. في نقطه هكملها لك برضو تمام يا كابتن، ان اللعيب اللي هو كاموش لما كنت انا في الحلقه اللي فاتت وكان كابتن اسامه حسني بيتكلم ان هو بقاله كتير بعيد والدوري. هو انا لما اجي اجيب لعيب يا اوسا في يناير لازم يبقى لعيب جاهز مليون في المية، بس خلي بالك يا كابتن حماده لانه هيخش في المنافسات على طول. انا مش لسه هعمل فتره. بس خلي بالك يا كابتن حماده، وسام هو برضه انا معاك في حته ان دوري السويد او فنلندا او الدول دي بقى دوري مختلف بيخلص وينتهي قبلك. وسام كان نفس التجربه بس الكواليتي مختلف، بس نجح اهو، يعني ممكن تحصل معاك. لكن انا بكلمك في حاجه، الناس اللي بتختار لعيبه في النادي الاهلي انا اسف ما ينفعش واحد ما لعبش كوره. اقول لك حاجه، باشمهندس عادل القيعي فنيا في الكوره اوسا ما كانش راجل، يعني ممكن ما يبقاش فنيا شغلته، هو راجل بتاع تعاقدات، هو شاطر في الحته بتاعته صح. فالناس في لجنه الكوره يا كابتن مهيب هي اللي تختار، والناس في النادي الاهلي اللي ما لعبتش كوره هي اللي بتتعاقد مع اللعيب. والكوره لازم نفهم يا جماعه ان هي مش ارقام بس انا عايز بس اضيف بس حته صغيره في النقطه دي. اتفضل. مش الاهلي بس ولا الزمالك، ده كل انديه مصر. لا معظمها بيراميدز شغالين كويس قوي. طب على فكره على فكره يا جماعه احنا كده خرجنا ان من زاويه ان الاهلي والزمالك مسيطرين على الكره في مصر. لا خالص. ليه؟ لا مش في ايه، كصفقات ولا كايه؟ لا كمستوى. يعني بقى في منافسه، بقى في المصري، بقى في بيراميدز،
بقى في سيراميكا، بقى في زد، البنك بقى الأهلي. في البنك الاهلي. في الاخر مش قال لك كله بيعيش الحلم في الاخر والاهلي بياخد الدوري؟ هو ده اللي بيحصل. ده بيحصل. ده اللي هيحصل. دي الامطار ونفسي الأخيرة. اقابله في اخر اسبوع وهو بيضحك في الاسبوع 16 15. لا ده انا عايزه هعمله، يضحك بقى في آخر ده انا أسبوع. هجيب له زفه انا عايزه في اخر اسبوع يضحك. ده انا هعمل له زفه. انا عايزه ده في اخر اسبوع يبقى معانا وبيضحك. يا جماعه لو لعيب. الاهلي خد الدوري السنه دي انا هعمل الطبيعي ياخد الدوري. زفه بلدي. هو ساب الطبيعي ياخد الدوري. زفه بلدي. الطبيعي النادي الاهلي لأن ياخد هذا الدوري. اللي